ويعني ايه موديول اصلا. كل ده هيجي. فاهم في معلومه ثلاث ارباع الكليه بتجيب امتياز، ما تقلقش انا فاهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الكتاكيت الصغيرين، دفعة تخفيف الأحمال، أكيد فاكرة دي دفعة تخفيف الأحمال. الدفعة اللي بعدكم بقى تخفيف المواد. ازيكم يا شباب؟ أولا يعني بنبارك لكم على وصولكم للمكان اللي انتوا فيه ده، وبنقولك يعني إن هو وصولك هنا مش ديت النهاية، في بداية كبيرة بقى. فاحنا هنا جايين بس نساعدك على البداية ديت، مساعدة بس بسيطة من شباب يعني في جيلك أو من سنك، وعارفين انت بتواجه ايه وعندك مشاكل ايه في حاجات كتير. اكيد يعني نصيحتنا ممكن تكون مفيدة ليك بشكل كبير يعني ان شاء الله. يعني بنبدأ النهاردة بشوية حاجات تساعدك شوية في اللي انت داخل عليه، لحد ما انت تبدأ تعرف نفسك. هل ده صح؟ هل ده غلط؟ انت هتعرف نفسك. لكن احنا هنا بس بنساعدك الاول، نزقك شويه كده، لكن هو اللي هيساعدك هو نفسك انت اصلا، مش حد تاني. طيب عايزين نبدأ بقى نكلمهم. هو بس أول حاجة عايزين نقولها إن أنتوا ليكوا لائحة جديدة. دفعة 43 ليها لائحة جديدة، ففيها اختلاف في ترتيب المواد، فيها اختلاف شوية في المحتوى بتاع المواد. طبعا في صالحكم يعني. أستاذ زياد هيكلمنا شوية عن اللائحة الجديدة والنظام الجديد. إيه تمام. المواد اللي فيه؟ بص يا شباب، هو كطب كان عندنا ثلاث انظمه اتطبقوا في الكليه بتاعتنا. اول نظام ده خلاص اختفى، اللي هو كان عباره عن 6 زائد 1. ايه الستة دولت؟ 6 سنين دراسه في الكليه زائد واحد ديت اللي هي امتياز، بعد كده بتخرج تتعين. اما النظام اللي احنا فيه ده كان عبارة عن 5 زائد 2، بس كان في يعني المواد متكربسة قوي، هو سنة عن سنة. حشو 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 بالظبط، حشو حشو هو حشو. سنة عن سنة المواد بتقل، سنة عن سنة المواد بتقل. فانتوا يعني كل ما بتيجي بتصغر الأجيال فبيهتموا أكتر بالجزء العملي مم. والحاجات دي. بيشيلوا بيهتموا المعلومات اللي ملهاش لازمة بالظبط، بيشيلوا المعلومات النظري اللي ملهاش لازمه، وبيهتموا اكتر بالجزء العام، فده في صالحكم ان شاء الله يعني. بعد كده النظام الثاني اللي هو حضراتكم يعني برضو بيبقى 5 زائد 2، بس زي ما قلت لك كده ان هو المواد متخففه قوي، وفي اختلاف بس بسيط في ترتيب الموديولات. ويعني ايه موديول اصلا؟ الموديول ده يعني ايه؟ بتاخد سيستم معين وتدرسه. يعني ايه السيستم المعين ده؟ انت عندك كذا سيستم موجود في الجسم، مثلا الجهاز الهضمي ده سيستم، ده هنعمل له الجهاز الهضمي اللي هو الجي اي تي في مديول كامل. المديول ده يعني مده من الاسابيع، مثلا 5 اسابيع، بتاخد فيهم سيستم معين في جسمك، بتدرسه من كل الجهات. تدرس فيه تقريبا حوالي 8 مواد. ما تخضش من الرقم، هم مش ثابتين الثمان مواد، هو ممكن يعني يكونوا ايه، ممكن يكونوا ستة. 3 لا 4 ستة، ستة 6. خمسة يعني، فاهم؟ بينزلوا ماشي، ستة خمسة. تمام. فمش ثابتين الثمان مواد دول، ممكن يكونوا 3 5 6 كده يعني، مش ثابتين. ماشي. آه، عندنا ايه، هو عامة يعني اللائحة أول ما تدخلوا ممكن تطلبوها من الاتحاد بتاعكم، تعرفوا بقى انتوا هتدرسوا ايه بالظبط. عندكم في سنة أولى فاونديشن واحد وفاونديشن اتنين. ده في الترم الأول. كان النظام اللي قبلكم اللي هو احنا كان 4 فاونديشن، بس هو بقى 2 فاونديشن بس تقريبا نفس المحتوى مع تخفيف شوية حاجات من عندنا ملهاش لازمة. فاونديشن واحد كان عندك فيه، أو احنا كان عندنا فيه اناتومي وهيستولوجي بس، وكان عندنا فاونديشن اتنين فيسيولوجي وبايوكيمستري. بقى الاربع مواد دول موجودين عندكم في فاونديشن واحد. ايه بقى ايه المواد اللي انا بقولها ديت بالعربي؟ المواد ديت اناتومي يعني التشريح، وهيستولوجي علم الانسجه، فيسيولوجي علم وظائف الاعضاء، وبايوكيمستري اللي هو علم الكيمياء الحيويه. ما تقلقش انا فاهمك. يعني كل ده هيجي يعني. احنا بقى كان عندنا ايه بقيه الترم؟ كان عندنا فاونديشن 3 وفاونديشن 4. فاونديشن 3 كان فيه باثولوجي وفارماكولوجي، وفاونديشن 4 كان فيه مايكروبيولوجي وباراسيتولوجي. ايه الكلام ده برضه؟ هنفهمك، هنفهمك دلوقتي. بالراحه واحده واحده. بقى عندك فاونديشن 2 اتضغط فيه اللي هو فاونديشن 3 وفاونديشن 4 اللي كان عندنا. برضه نفس المواد. الباثولوجي هو علم الامراض، اعقد ماده في الكليه. مش معقده لان هي صعبه، هي مش صعبه في الفهم، هو انت لو فهمتها خلاص انت ملكتها بقيه حياتك. بس مهمه، جدا. واكتر قسم، اكتر حاجه ممكن ان انت تتعين فيها يعني. المواد ديت اصلا ممكن تتعين فيها يعني، ممكن تبقى معيد. شغال دكتور او معيد اناتومي، بس اكتر حاجه شغاله هي الباثولوجي لان بصراحه. بيفتحوا معامل هم اه، والبايوكيمستري عارف لما حد يقول لك انا هناخد عينه من ورم او من حته معينه، اكيد إن كلنا مرينا بالظروف ديت او بالحاجه دي، بعد الشر يعني سمعنا يعني. عنكم او سمعنا عليها، اه. المهم يعني. فيعني دي حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا يعني، وشغاله بنطاق واسع. هو القسم ده اللي بيفهم باثولوجي بيفهم طب.
بالظبط. واللي بيزعل من الباثولوجي بيبقى عنده مشكله ان هو وكمان يتعامل فسيولوجي، معاهم. يعني أيوة. باثولوجي معاه فسيولوجي، فانت أنت كده في- هتخش على الفارما، فانت كده تمام. خلاص كده. هو الطب عباره عن ايه؟ مرض انت بتفهم الاعراض بتاعته، الاعراض بتاعته بتلاقيها في الباثولوجي، وبتفهم اصلا الدنيا بتشتغل ازاي من الفسيولوجي، هتعالج ازاي بقى بالفارما. خلاص انت كده بس قفلت. ماشي. هنعيد تاني. احنا قلنا باثولوجي هو علم الامراض، فارماكولوجي هو علم الادويه، وعندك مايكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقه، ايوه. وباراسيتولوجي هو علم الطفيليات. انا نسيت العربي. المهم، طيب المواد دي صعبه؟ المواد دي مش صعبه خالص. ايه طريقه المذاكره المناسبه لكل ماده؟ انا كنت عامل فيديو على الشانل بتاعتي، ممكن الفيديو ينزل جنب الفيديو ده يعني، هسيبه لك فوق في الاي. ايه الطريقه اللي انت تذاكر بيها كل ماده، وملخص بقى خبرتي الاكاديميه بعد ما كنت مخلص امتحانات، يعني هتلاقوني لابس شتوي يعني في نص السنه اللي فاتت يعني. سؤال كده دايما بيتبادر لذهن الناس: اخد كورسات ولا لا؟ احنا طبعا دلوقتي شايفين ما شاء الله ناس كتير قوي منزله بقى كورسات تاسيس ودورات تمهيديه للطلبه وافهمك والكلام ده كله. والله دي بتاعتك انت، يعني انت عايز انا بحس ان هو لو انت عايز تسلي اجازتك في حاجه بدل ما تروح تعمل حاجه غلط او تضيع وقتك في حاجه مش مفيده، تعالى اسمع. يعني جست انت جاي تتفسح وتتعرف على زمايلك وتقابل ناس من كليتك وكل الكلام ده. بس هل الكورس ده لو انت ما خدتوش، هل انت ضيعت بقى كده وان انت كده مش متاسس وكل الكلام اللي انت بتسمعه ده؟ هشحك عليك يا صاحبي، مفيش الكلام ده. انت عادي هتخش الكليه، هتقعد بس اول شهر كده او اول اسبوعين الدنيا متعثره شويه في اللغه، بس بعد كده الدنيا هتلاقيها جت معاك او سهله بالنسبه جدا يعني. للناس اللي جايه من اللغات، فانت خلاص انت جاي يا باشا انت تمام. والله. انت قلت انت جد. انا عايز احكي موقف. اول محاضره، يعني واحد زميلنا مش لازم اقول اسمه كان هما بياخدوا شابتر التكاثر في الاحياء بالانجليزي. اه. فاحنا عندنا امبريولوجي حاجه زيها كده اللي هو علم الاجنه، فهو بيجاوب، فاهم؟ فانا دخلت وقعد ورا، جاي متاخر بقى، والناس بتجاوب قدام والدنيا يا لهوي وانا بص، بقى ايه، حاول اول محاضره دي احبط. بالله عليك، حاولوا بجد اول محاضره ما دي ان هي ما تعدي على خير. تتصدمش. اه ما يعني عديها مع نفسك كده، انت روح عارف ان انت هتخرج في صدمه، فانت ما تصطدمش عادي، كمل اخرج وانت عارف. فانت كون ان انت هتروح وانت عارف دي حاجه حلوه. احنا ما كناش عارفين ان احنا رايحين على اروح كده. يا زياد والله انا طلعت. طب إيه احول طيب؟ انت بعمل يعني ايه؟ احول طيب ولا ايه ده؟ بس هو يعني يعني ايه، مش بنقول ان الدكاتره ناس وحشه والله، لا. على فكره كليتنا والله والله مع السمعه اللي انتوا واخدينها ان شبين صعبه ومش عارف ايه والكلام ده، بس والله العظيم دكاتره بيساعدونا بطريقه انت ما تتخيلهاش اصلا. انت ما تتخيلهاش مساعده والله العظيم، بطريقه جميله قوي. ناس اخلاق عاليه واحترام والله بجد بجد تحديدا قسم الاناتومي، بجد. العيش 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 اناتومي، العيش العيش اناتومي يعني. كلهم كلهم ايوه كلهم. كلهم كويسين والله العظيم، وبيتعاملوا معاك يعني اكنك فعلا. المعيدين بالذات والدكاتره برضو بيتعاملوا معاك على انك يعني اخوهم الصغير، فاي حاجه في اي وقت هتتكلمهم فيها ده هيجاوبوك حقيقي. وهيردوا عليك وهيقولوا لك كل اللي انت محتاجه، ومش هيتاخر، محدش هيتاخر عليك في حاجه. اما كان بيبقى فما عندي مشكله تقلقش. كنت عادي بدخل لرئيس القسم شخصيا وكان بيساعدني، يعني مش اللي هو انت هتتكلم للمعيد والمعيد يكلم لك الدكتور وبقى السلم اللي احنا متخيلينه ده. تمام. الدنيا ايزي يعني. وعامه كنا من المنوفيه، انا ناس من بلد يعني اعضاء هيئه التدريس، انت ممكن هتلاقي ناس من بلدك اعضاء هيئه التدريس، فالدنيا يعني تحس ان هم اهلنا اوريدي، يعني الدنيا مش بعيد. بالظبط. معلومه برضو ليك، ما تفكرش اللي هو واحد يقول لك انا هسقطك في يعني الماده ومش عارف، مفيش محدش اتعرض محدش للموضوع ده يعمل، لحد دلوقتي. محدش، ما احنا ما شفناش حد اتعرض لكده خالص. ما حدش، ما يعني ان شاء الله والحمد لله ما حدش بيعمل كده. بس انت بقى ما تسوقش فيها، ما تسوقش. خليك محترم، استمر على احترامك اللي انت كنت واخده في الثانويه، ايوه واستمر على وضعك وتدينك واحترامك للناس، وانت هتكون شخص محترم ومحدش هيبقى زيك. يعني انت دكتور، المفروض انت هقول في حاجه. قمه. اللي بيخلي الدكاتره تضايقكم ان انتوا اللي بتضايقوهم. يعني ايه نبقى قاعدين في سيكشن وانتوا يعني صوت الدكتور مش واصل من كتر ما انتوا صوتكم عالي والناس بتتكلم والبنات بالذات يعني. بالظبط. ده حاجه مستفزه. في الاونلاين لما مثلا كان بيبقى فيه يعني الدكاتره، والله انا شفت في مره دفعه اصغر مننا الدكاتره خففوا لهم الموضوع وحولوا لهم السيكشن ان هو يتحول اونلاين. الناس يعني بتتكلم كلام عبثي في في المايكات انا لو مكان الدكتور هسقطكم. يعني كفايه ان هي مثلا بتلغي درجات السكشن ده او بتلغي درجات الانشطه، انا لو مكانها فعلا هسقطك. فانت احترم اللي قدامك والله هيشيلك على دماغه. استفزيته او يعني قليت ادبك او احترامك ده يعني ايه برضه هو حقه ان هو يعني ايه يخليك تحترم نفسك باللائحه. بلاش شغل الناس الدحيحه ده بالله عليك، بلاش شغل العصافير وشغل الناس الدحيح. ايوه يا دكتور ده، تروح تكلم الدكتوره يا دكتور ده مش عارف ده بيعملوا كذا وبيعمل، يا ابني هم بيساعدوك.
ان في ناس، في فئه كده هتطلع منكم، يعني ربنا يعني يعافينا ويعافيكم. اه في فئه كده هتبقى عصافير، وفي فئه ناس تانية بتحب تساعدك، بتعمل لك داتا، تعمل لك ملخصات زينا في سبورت سبورت. ما شاء الله عليهم، وام دي ام ام دي ام برضه. حبايبنا برضه عشان ما برضه حدش يقول حاجه. الاثنين حاجه جميله جدا، يعني ما تفكرش اللي هو ده حد احسن من ده، لا الاثنين بيقدموا مجهود عظيم جدا يحترم، حاجه لا, جميله لا والله. تدركوا الفلاش باك اللي احنا بجد يعني اه بنتعب فعلا. فيه قد ايه. فعلا يعني ان بس كون في سبيل الله. حد يستقطع جزء من وقته، انت عارف طبعا ان اغلى حاجه في حياتك هي وقت، كون حد يستقطع جزء من وقته وجزء من مذاكرته ويخليه لك انت عشان يوفر لك حاجه تستفاد بيها، فده انت تدعي له بدعاء جامد قوي قوي. احنا كنا بنقول موضوع الكورسات وكده، فقلنا ان الكورس التمهيدي ديت يعني الكورسات ديت عموما مش اساسيه قوي، بس زي ما قلنا اللي هي ممكن تسلي وقتك في الاجازه. طيب كورسات بقى المواد نفسها، والله انت وطبيعتك. يعني انت لو شايف ان انت شخص بتلتزم تسمع محاضراتك في وقتها، بتقعد على الكتاب، استيعابك الى حد ما اسرع شويه، بتفهم الموضوع بسرعه واللغه بتاعتك كويسه، لا مش محتاج ان انت تاخد كورسات. لكن لو انت مثلا في الاول كده عايز تفهم نظام الكليه، عايز تحتك بناس اكتر، عايز دكتور ياخد ايدك كده، عايز دكتور يفهمك هتجاوب ازاي على الاسئله وكل الكلام ده. ولو اني بقيت شايف بصراحه تيمات الداتا سبورت وام دي ام بقوا كافيين ووافيين وبيعملوا يعني زيتون وملخصات. بس في النهايه انا عبد الرحمن شخصيا في سنه اولى خدت كورسات في اول مديول فاونديشن 1 اناتومي وهيستولوجي، وفي المديول الثاني برضو فيسيولوجي وبايو خدت كورسات. بس جيت في فاونديشن 3 لا ما حسيتش، اللي هو خدت مثلا فارما ما خدتش باثولوجي، كانت غلطه. بس يعني ايه، انا شايف بصراحه رايي الشخصي، لو انا شخص مثلا طول عمري بروح دروس، ما فيش ماده بذاكرها في البيت لوحدي، فمتعود ان انا في واحد بيذاكر لي او واحد مدرس معايا، فخدت يعني انصح ان اول ترم مثلا معاك القدره الماديه ان انت تاخد كورسات، اسال الاول هتروح عند مين وشوف خبره الناس معاك كان شكلها عامل ازاي. شوف انت مستريح مع مين. ايوه ومستريح معاه، دي طبعا نقطه مهمه جدا، وروح. وطبعا لو البادجت عالي قوي ما يعني ايه مش مستاهله قوي يعني. بس انت ايه يعني الكورسات في الاول بتساعدك، بس هل هي ضروريه اللي هو انت من غيرها هتضيع؟ لا خالص. انت ممكن لو قعدت كده ومسكت يعني احترمت نفسك ومسكت الكتاب وبطلت ان انت تخرج وتنسى الاجازه يعني هتجيب والدنيا هتبقى تمام. هو اللي انا بشوفه في زمايلي حتى في دفعتي، ان الناس يعني مثلا بتبقى بادئين مديول، انا فهمتك يعني ايه مديول بقى. مديول ده سيستم من الجسم احنا بندرس فيه كل حاجه. المديول ده مثلا بيبقى بادئينه يعني مثلا اتاخروا في البدايه بتاعته، مثلا قعدوا اسبوعين، ضيعوا اسبوعين في المديول، فهو يلحق نفسه ازاي؟ كورس على طول. عشان يجبر نفسه بقى، انت دفعت فلوس فانت دمك اتحرق على الفلوس ديت، ايوه فانت لازم الله تروح ينور عليك. ايه تذاكر. فده الحاجه اللي انت لازم بقى تلجأ بقى، خلاص الحق نفسك بقى، اجري اعمل حاجه. فديت بصراحه ده اللي انا بشوفه، ده اللي اصحابي بيعملوه. لكن لو انت بادئ كويس ماشي كويس، طبعا في حاجات ممكن تعتمد عليها في الكليه، تعتمد على الدكاتره بتاعت الكليه، وطبعا هم كلهم ناس زي ما انا قلت لك، يعني لا يعلى عليهم كاحترام وكماده علميه وككل حاجه، بس عادي يعني ممكن تقبلها. فانت بتجرب الاول بتوع الدكاتره بتاعت الكليه، ما مشوش معاك، فانت بتلجأ بقى ايه لمصدر خارجي. ممكن تروح على اليوتيوب عادي، في قنوات كتير على اليوتيوب زي دكتور سامح غازي، بس ممكن يكون المحتوى الكونتنت مختلف عن الكونتنت بتاعك، ففي ناس بتسمعه الى جانب حد تاني من بره يعني في الكليه، الى جانب الكليه. اول حاجه انا في فاونديشن 3 سمعت دكتور سامح غازي في الباثولوجي، رائع 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 رائع، وفهمت جدا جدا جدا. بس كان في تفاصيل في كتابي انا ما كانش هو بيشرحها. كوني شخص سنه اولى مش عارف يعني ايه انفلاميشن، مش عارف يعني ايه تونسيلايتس، مش عارف يعني في مصطلحات كتير قوي غايبه عني. على فكره دول ابسط حاجه اللي هو بيقولهم دول، ده هو هو دول ابسط حاجه. الجزء اللي هو ما بيشرحوش لان هو مش مثلا مكتوب في الكتاب اللي هو بيشرح منه، فده مثلا كان بيعمل لي مشاكل شويه. فمثلا كنت اروح الكليه، كنت مثلا انا مش مهتم بالكليه في الاول بصراحه، دي كانت غلطه هنتكلم عنها دلوقتي. فكنت بسمعه وخلاص يعني، والجزء اللي مش موجود في شرحه قرأته فهمته ما فهمتوش يعني، دي كانت غلطه مني يعني. بس لو انا مثلا كنت رحت المحاضرات وغطيت الجاب ده، انا كان زماني مقفل باثولوجي. مش قوي يعني عشان الباثولوجي ما بيتقفلش. الباثولوجي ما بيتقفلش الا الناس اللي بتذاكر كويس يعني وفاهمها جدا. بس فيما معناه يعني اللي هو عاش يا عم. لا انا اولى دي عكيت كتير يعني، مكان انا كنت اول واحد. يا جدعان في معلومه، ثلاث ارباع الكليه بتجيب امتياز. بجد ثلاث ارباع الكليه بتجيب امتياز. محدش يحبطك ويقول لك ان انت الامتياز صعب وكل الكلام ده، هات امتياز بس ذاكر بجد وواضح. هو على فكره ممكن تخش في الذاكر وتجيب امتياز على فكره. لا بس لازم تذاكر. ليجل
اهم حاجه امتياز ليجل. ايوه بالظبط، بس لازم تذاكر. قول لهم بقى يحضروا في الكليه ولا ما يحضروش؟ حضور الكليه. بص يا ريس، انت عندك ايه؟ انت عندك في طبعا في سكاشن وفي محاضرات. المحاضرات نفس الدكتور اللي موجود في الاونلاين، في فيديوهات بتترفع اونلاين على المنصه بتاعتك، وفي فيديوهات في ناس بقى بتنزل اللي هو اوفلاين، بتنزل في قلب الكليه. تمام. في دكاتره في الكليه ما ينفعش تضيع معاه المحاضره. ده حقيقي. دكتور عماد ده حقيقي. ما تضيعش معاه المحاضره. المحاضرة دكتور نادر ما تضيعش برضه معاه المحاضره. يعني كون ان انت تنزل وتاخد جو بقى الطب والحاجات دي، سيبك يعني ان قعده البيت دي ما تقعدش في البيت، ما تقعدش في البيت، عشان يعني مش عاوزين بقى اقول لك ان في حاجات تانية بتحصل، فبلاش تقعد في البيت. انا مثلا كنت باجي على ايام الفاينل او الامتحانات، كنا بضطر ان انا انزل اقعد في المكتبه اذاكر فيه، او اقعد في السادس اذاكر فيه، او اقعد في اي حته، اقعد في كافيه مثلا اذاكر فيه. غير مكان المذاكره. تغيير مكان المذاكره ده بيديك طاقه وباور. كون ان انت تنزل مع اصحابك، تندرج مع اصحابك وتقعد بقى في السكشن وتشوف. بس لو انت شايف ان الموضوع ده هيضيع لك وقتك وان انت مكفي نفسك في البيت، خلاص. يعني زياد مثلا من الباجور بالظبط. بيجي شبيك في قد ايه؟ فهناخد ساعه ونص ممكن. ده لو انت شايف ان السواق عمال بينزل ويطلع، والله ربنا بيفتحها معاه. يعني المشكله ان انا بركب مع السواق ربنا بيفتحها معاه. مش عارف، تحس ان انا بركه وانا ببقى قاعد بقى هاكل في نفسي. انا مثلا مشواري لحد شبين بياخد نص ساعه، فنص ساعه مش حاجه يعني. والله نص ساعه يعني ماشي، بس في يعني عشان لو قعدنا نحمل شويه ولا بتاع. فانت مثلا لو مشوارك خفيف تعالى مش هقول لك، لكن انت مثلا تشوف الدنيا حواليك، ممكن تنزل تذاكر فين لو انت بتحب النزول اصلا. ممكن تنزل تقعد في الصاله او في الدور اللي تحت، او يعني مع تقعد واحد صاحبك تذاكروا مع بعض. المهم انت يعني قعده البيت عموما بتجيب كسل، بتخليك تنام كتير. يعني عن تجارب ناس كتير قوي اعرفها، بيقول ان انا لما بقعد في البيت مثلا اسبوع اتعود على عاده البيت، خلاص بقى انا كده السرير يعني ايه ببقى كده معايا. تمام. ف... فده بالنسبه لحضور الكليه. هو بالنسبه للمذاكره، فانا عندي 3 حاجات بالنسبه للمذاكره: بيئه مكانيه، وبيئه زمنيه، وبيئه نفسيه. انت لازم توفر الثلاثه دول. البيئه المكانيه اللي هو المكان اللي انت بتدرس فيه. فانت حضرتك من طبعك اللي هو ايه، في ناس كده والله، في ناس اعرفهم شخصيا بيقول لك ايه، بيجيب ماما ويجيب بابا ويجيب اخواته قدامه ويجيب التلفزيون ويقعد هو في النص. هو بيعمل كده يعني، هو قال لهم مش عارف بيخاف من الكتاب ولا ايه، بيحاول يحرسوه. فهو في ناس كده فعلا بتحب اللمه وتقعد هي في النص وتقعد تذاكر. في ناس كده. انت حضرتك مش كده ومعظمنا مش كده، عشان لا انت عارفين بقى نذاكر لوحدنا. بتحبوا تنعزل، تقعد في اوضه لوحدك وهادي، مكان هادي. ولو ايه بقى، لو في نكش جنبك، انا مش هذاكر، يلا مش هذاكر. حجكش فاهم يعني، مش عشان المكتب عليه كتابين مش متنظمين كده. مفيش مثاليه. لو انت اتعاملت في الطب بالمثاليه، مفيش. انسى بقى. نصيحة في المثالية دي اللي هو ايه، يعني في ناس بتأجل عشان مش مذاكرة محاضرة او كده، يعني فكك من الكلام ده يا باشا. انت وقت الامتحان جه تكون مذاكر اكتر من نص المنهج، 3/4 المنهج، تخش ان شاء الله يعني هتظبط وتكون حل اسئلة. حاجة تانية برضو، محدش يضيع وقت يا شباب، ذاكر المواد كلها، ذاكر المواد اول باول. ما تخشش ساب ماده. انت مثلا المديول هيبقى 5 مواد، ما تخشش بالثلاثه وتسيب 2. درجات هايفه بتضيع في الهواء. بتكتشف في النهايه ان انت بعد ما طلعت من الامتحان، ان انت بس لو كنت قريت المحاضره او سمعتها كنت هتحل عادي، وانت لمجرد ان انت تكاسلت او ان انت مثلا ضيعت وقتك. الاسئله بتبقى سهله. لو جه سؤال صعب، فيعني يبقى انت مش محظوظ خالص، او يعني مش عارف انت هتبقى عامل ايه بقى بالظبط. مش سالك انت كده، مش سالك. لو جه سؤال صعب في المحاضره اللي انت مش مذاكرها، فاعمل اللي عليك لحد اخر وقت، لحد اخر لحظه قبل الامتحان. فاعمل اللي عليك وربنا يكرمك. انا اسمع ان في واحد في الكليه عندنا، يعني ان هو كان الرابع على الكليه، كان داخل امتحان ماده كبيره، فما كانش مذاكر شابتر يعني، فدخل الامتحان ولا سؤال جه من الشابتر ده، مع ان هو الراجل ما ضيعش وقت ولا سؤال، وبرضه كان مستمر على ان هو الرابع، او يمكن طلع كمان قدام. فالخلاصه كمل، ما تقفش. هو ربنا بيرزقك على قد السعي، مش على قد ان انت ذاكرت الماده دي ولا ما ذاكرتهاش. السعي والسلكان. بلاش عصافير، بلاش نفسنا، بلاش تقعد تقول ذاكرت كام ومش عارف ايه. ايوه، ذاكر لنفسك انت بجد. خلاص انت دكتور وهو دكتور بالظبط، لا هياخد رزقك ولا انت هتاخد رزقه. خلاص بقى كمل في طريقك. انا قلت البيئه المكانيه، قلنا البيئه الزمنيه، والزمان ده يعني برضه على حسبك انت. يعني مثلا في ناس بتذاكر الصبح بعد الفجر، وفي ناس بتذاكر بالليل،
انا من الشخصيات اللي انا بذاكر الصبح بعد الفجر، بعد صلاه الفجر. ليها سبب علمي، لان الدوبامين او الكورتيزون في الفتره ديت بيبقى توب التوب في الحته دي. فبالتالي الكورتيزون ده انت تعرف فوائده ان هو حاجات كتير قوي، بنسميه الماجيك عندنا في الطب. بيحسن كل حاجه في جسمك، يحسن تركيزك ويحسن ادائك الوظيفي ويحسن ادائك البدني والذهني وكل حاجه. فانا من الناس اللي بتحب تذاكر الصبح، فلو انت بتحب تذاكر من الصبح انا فجرب انا جرب. بحب اذاكر بالليل. انا ببدا مثلا مذاكره بعد المغرب لحد 12 واحده كده. يعني ده بالنسبه لي ده ساعة، يعني الوقت اللي انا ببقى تركيزي فيه حاضر. على حسب ما انت اتعودت. انا اكتشفت اللي هو انا اتعودت على كده من صغري. بالظبط. انا مثلا كنت بصحى مدرسه، بس يا ريت دروس ما تضيعش بتاع. صلاه الفجر. دي يا ريت، حقيقة، دي نقطه مهمه جدا. يا ريت ما تضيعش صلاه الفجر. بخلص يعني ايه الوقت اللي هو بعد العصر ده بنام شويه، وبعدين ايه بصحى بقى انا فايق بقى، اللي هو ممكن اذاكر بقى لحد ايه بالليل خالص. فعلى حسب انت اتعودت ازاي. بس برضو يعني انا بحاول بصراحه امشي على روتين الصبح ده، بس ما بيظبطش معايا بصراحه. بس يعني ايه هحاول تاني. يعني مش ايلون ماسك بقى والكلام ده. فنفسيتك دي بتعتمد على حاجات كتير قوي، يعني ممكن على اكلك نفسيتك تبقى كويسه، على ظروفك في البيت واصحابك. وعلى فكره والله العظيم، كون ان انت يكون ليك بيست في الكليه ديت حاجه لازم 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 لازم. ويعني البيست ده اكيد ممكن يذاكر معاك، يعني تنظموا جدول مع بعض، ت- يعني يكون في حد بيزقك، انت بتسنده وهو بيسندك، هو يعني انت كده يعني. فدي حاجه حلوه والله ديت المذاكره. فحاول ان انت تلتزم بالحاجات دي وما تضيعش صلاه الفجر بالله عليك. آم، فعلا حاجه جميله جدا يعني. فيها البركه كلها والله. ان شاء الله. طيب، اصحابك في الكليه، هل انا لازم يكون لي اصحاب في الكليه، ولا ممكن انا بقى امشي لوحدي واذاكر مع نفسي وكل لسه الكلام ده؟ قايلين. بص يعني صراحه انا جربت الاثنين. جربت فتره ابقى اكون لوحدي، وجربت فتره اكون مع اصحابي، وجربت فتره اذاكر مع حد. صراحه مذاكرتك مع حد بيذاكر وخايف على مصلحته ومصلحتك، يعني هتعليك. لكن لو انت مثلا صاحبك اللي انت هتذاكر معاه مش بيذاكر، بيضيع وقت كتير، رغاي، دماغه ضايعه في حاجات كده ملهاش لازمه، بيفكر في حاجات يعني اللي هو ايه، بيقعد يشغلك في حاجات. يا عم احنا جايين نذاكر، مش جايين نتكلم في الحاجات دي. فهو انت برضو يعني الصاحب ساحب. اللي هو لو صاحبك بيذاكر وبيجيب امتياز وتقديره كويس، انت كمان هتبقى زيه، هتجيب امتياز وتقديرك كويس. حرفيا انا بشوف شله كده بتلاقيهم كلهم امتيازات، شله جيد جدا، شله حالتهم الله يعينهم. بس بعيدا هو عامه بعيدا. يعني ايه، المرء على دين خليله. انت لو انت حواليك ناس، حواليك جروب بجد بيشدك، انت هتبقى معاهم ان شاء الله حاجه كويسه. اي نعم، مش اساسي يعني، اللي هو مش عشان انا مشيت مع زياد وزياد مقفل فانا لازم اقفل. لا، هو انت برضه انت مجهود عليك. بس انت هو بيحركك، انت بتحركه، هو بيشدك، انت بتشده. هي دي فايده ان انت يكون لك صاحب وبجد بيخاف عليك. في ناس هتقابلها مش سالكه، اللي هو بيسالك ذاكرت كام محاضره، ويقول لك لا ده انا ما بذاكرش ايام ثانوي بقى. مع اني والله انا مش فاهم ليه الناس لسه بتعمل كده. يعني اللي هو اصلا انت كنت بتعمله كده ليه قبل كده اصلا؟ هو انت قدرك مكتوب لك، وانت بس مجرد انت تاخد بالاسباب وبتسعى. انت ليه خايف ان حد يقول لي انت بتذاكر او كده؟ يا عم انت بتذاكر الحمد لله، حتى لو مش عايز تقول، بس ما تقولش انت بتذاكرش. تسلم. وبرده حاجه تانية في جروبات الكونفيشنز كلكم، انا لقيت 44 دخلوا كلهم الكونفيشن. بتلاقي ناس داخله تصيح، جروب الدفعه ناس داخله تصيح وبتذاكرش، بنذاكرش ومناهج صعبه وبتاع، وتلاقي الناس دي في الستوري بعد النتيجه امتيازات. ما بقولش ان هم وحشين، يحطوا ايه كده وبعدين وبلس بلس بلس 50 بلس ما بقولش الناس دي وحشه. بس يا حبيبي، انت بتصيح، صياحك ده او اللي هو الطاقه السلبيه اللي انت بتنشرها دي بتاثر على اللي حواليك. انت بقى واحد بتتاثر، تمام؟ انا مثلا كنت الشخص ده شويه بتاثر، ولما واحد يقول مثلا الدنيا صعبه ويقعد يرسم بتتقفل احلام ما بتذاكرش. سوداويه كده، نفسيتي يعني اللي هو ايه، اما بركز بقى في المواضيع دي كتير بتعب. واحد بجد نزل على الكونفيشن من الناس دي قال انا بطلع طاقتي السلبيه كده. انا مثلا واحد بروح اطلع طاقتي السلبيه، مثلا ان انا بيكون في جيم كده وفي جلافزات ملاك مع عضله ساند باج او اي حاجه. دي طريقه اللي انا بطلع بيها الطاقه السلبيه. واحد بيطلع طاقته السلبيه في ان هو يصيح، وان هو يعني يتكلم بلاش ويحسس بقى ان الدنيا، الصياح بقى، فاهم؟ يعني شوف لك حاجه تانية طلعها. سيبه، انا ما بس. عنديش مشكله يا باشا، دي طريقتك. بس مثلا ايه، مش على جروب الدفعه، مش في الكونفيشنز. في ناس فعلا نفسيتها يعني بتاثر بسرعه خليها مع بابا وماما مثلا. مثلا، و... اخوك كبير، اي حد، مش احنا. انت ليه كده لنا احنا فينا اللي مكفينا يا عم. والناس بقى اللي بتتاثر، صديقي يا استاذ يا دكتور، الناس دي بتطلع طاقه سلبيه عشان تروح تذاكر. انت خدت الطاقه السلبيه دي واحتفظت بيها وقعدت، انت الخسران، محدش هيخسر غيرك. فكر في نفسك، مش كونك شخص اناني
اللي هو انت وحش، لا انا بفكر في مصلحتي عشان انفع نفسي وانفع اللي حواليا. لكن لو انا نمت، لان انا نفعت نفسي وانا نفعت اللي حواليا، وغيري شاف دنيته وطلع طاقته السلبيه والدنيا معاه بقت زي الفل. سريعا تاني موضوع الصحاب، اختار لك صاحب كويس، صاحب اخلاقه كويسه. بجد احنا دخلنا كليه كان في ناس كويسه جدا، فجاه بقت سلوكها مش كويس نظرا لان هي مشيت مع ناس مش كويسه. ابعد بقى عن اي عادات سيئه بقى، يعني هو ايه، بص يا جدعان، انت بتبقى جاي فكك من الكلام ده. داخل ثانوي، تبقى اولى وثانيه ثانوي ثالثه ثانوي، انت ماشي على اللي هو مستوى كده، مستوى في الاخلاق ومستوى في الدين ومستوى في المذاكره، ماشي على مستوى كده تمام. بتيجي بقى في الكليه لا اما كده لا اي كده، اه ده حقيقي. يعني مفيش اللي مش هتثبت، مش هتفضل ثابت. هو لا اما انت بتطلع فوق لا اما بتنزل تحت، في الدين وفي الاخلاق وفي كل حاجه. في المذاكره. وفي المذاكره في كل حاجه. فبلاش، يعني حاول بقى ايه، ان انت حاول تختار صاحب الكليه وما تضيعش صاحب الثانويه. ما تضيعش صاحب الثانويه، تكبرش يلا، ما تكبرش. زي ما اقول لك والله فعلا في ناس كده. انا اعرف ناس صحابي، يعني انا ما كنتش اعرف ان هم كده بالظبط. يعني مثلا يقول لي يا عم اكلم مين يا عم ومش عارف ايه عندنا في الكليه. يا ابني انت فيك ايه؟ انت بتهزر؟ اصحابك معاك بقالهم 3 سنين او من اول اللفه اصلا هم معاك، فليه انت بتعمل كده؟ يقول لي يا عم انا اكلم مين يا عم؟ ده دخل تجاره. تجاره إيه؟ ده هو برنس عنك على فكره، هو دخل برنس حقوق وانت هتلطش وريد كده ولا شباب بمشفت، وهو اللي هيطلع هو اللي يجيبك من النيابه هيجيبك والله. هو اللي هيجيب. فما تضيعش الصحاب ديت. والله يعني انا بحب الناس بتوع هندسه وبحب الناس بتوع علوم قوي، لان الناس دي فكه ومفرفشه قوي، اللي هو ايه يعني ما شاء الله عليهم. مش هو خلاص الحياه بالنسبه له انتهت بالنسبه للثانويه لما دخل الكليه ديت اللي هو هندسه او علوم، فخلاص كل اللي هو بيشوفه هناك في الكليه ده فهو فاكس لكل حاجه، ودي حياته جميله قوي. فاخرج معاه، اعمل لهم يوم كده مخصص، اعمل لهم يوم يعني مثلا يوم الجمعه كل اسبوعين مثلا اتجمعوا صحابك اللي انت كنت بتحبهم في ايام الثانويه الشله، ما تسيبهمش والله، هيخففوا عنك كتير وهيساعدوك على المذاكره، هيخلوك تفصل. فما تضيعش الناس دي بالله عليك. نذاكر كام ساعه؟ السؤال ده سؤال مش دقيق، ما ينفعش يتسال، بس في ناس فضولها بياكلها، اللي هي يعني اذاكر كام ساعه؟ طب انا عدد الساعات اللي انا بذاكرها دي كويسه ولا؟ قول لهم كده. عدد ساعات المذاكره، بص هي بتختلف على حسب مثلا اليوم انت نازل الكليه النهارده ولا مش نازل. تعال نشوف يعني مثلا انت يوم الجمعه، فيوم الجمعه انت مش نازل تمام. طيب انا بحب اقسم يومي مش بطريقه البومودور، ما بعرفش انا نفسيا ما بعرفش. فبعمل ايه؟ بقسمها بالصلوات، يعني صلاه الفجر بعدها قراءه ورد، بعد كده اذكار بقى والكلام ده، وبعد كده ببدا اذاكر لحد مثلا الشروق اصلي صلاه الشروق، وبعد كده ايه ابدا اكمل تاني. فانا بقسم يومي بالصلوات. ممكن اليوم اللي هو يكون مثلا فيه زي ما قلت لك كده اجازه، ممكن مثلا ساعات المذاكره تبقى من 6 ساعات ل8 ساعات، كويس جدا. وتخلي برضو باقي اليوم زي ما قلت لك اصحابك اللي بره الكليه او اللي في الكليه عادي برضو، على حسب انت بصاحب. رايي انا بقى، انا مثلا بحبش يعني انا مثلا راندوم بذاكر 4 بس انا ساعات. مش بعدهم. لا انا بعدهم. انا مش بعد الساعات. انا بشتغل بومودورو، تمام، 4 بومودورو 50 10. ده بالنسبه لي كده انا اليوم تمام. ممكن لو خلصت، لو بطلت مذاكره بعد دول ابقى ستسفايد عن نفسي النهارده، انا تمام، انا كده النهارده ذاكرت. زودت تمام جدا، حلو جدا. قللت عن كده بحاول اللي هو ايه، لا في اخر اليوم كده اسمع حاجه ريكورد بتاع. بالنسبه لي هل ده مثلا بيحقق التقدير اللي هو باجي امتياز ساعه جيد جدا، يعني ايه مش تسعينات، انا مثلا حاجه و80، ده كويس ولا لا؟ بالنسبه لي انا تمام. يعني انا في بدايه الكليه كنت يعني رامي ضرب الكليه بالجزمه، ما كانش فاهم معايا، خلاص بقى انا دخلت طب، هعمل ايه تاني يعني؟ ما كنتش فاهم بقى. ما تعملش كده. ما تعملش كده. بس برضو اللي هو انا عبد الرحمن، يعني بعشق الحركه. انا يعني ما بحبش اقعد واذاكر والحاجات دي. انا بذاكر وكل حاجه وبجيب درجات وبفهم وبتعلم عشان اشتغل بعد كده دكتور. بس انا برمي نفسي في كذا، في انشطه تطوعيه تبع الكليه، بنزل اصحابي، بحب الحركه. بس بذاكر، يعني مش معنى كده ان هو انا ما بذاكرش، لا انا بذاكر وعارف ان انا كليتي مهمه وعارف ان انا تقديم مهم، وبحاول اذاكر بذكاء. يعني الساعه اللي انا هقعدها ديت هنجز فيها المهم، مش بهتم بالتفاصيل. انا بكره التفاصيل للاسف، انسان لا يعشق التفاصيل اطلاقا. انا بحب يعني اللي هو تو ذا بوينت كده، انا رايح للمعلومه دي، هي دي المهمه.
هايلايت كده مهم، خلاص ديت السؤال ده ده الانيميشن اللي هيجي ده كذا 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 كذا. وبقيت يومي بقى والله انا خرجت، انا بحب انزل اتحرك اتمشى، انزل جيم، اروح اتمرن، كنت بلعب تنس، لعبت كذا رياضه يعني. فدي يعني كل واحد بقى بيسيستم حياته بالطريقه اللي تخليه اللي هو تمام. انا مثلا لو قعدت يوم او يومين ثلاثه ما اخرجش او ما اتحركش، اكتئاب بقى ونفسيتي بتروح لدرجه ان انا ما بذاكرش خالص. فانا بسيستم حياتي بالطريقه اللي انا حاسس ان هي مظبوط يعني. بمضر ولا لا تذاكر بمضر ولا لا، زي ما بحبش كده انا بحب كده عادي، والاثنين يعني ايه، المهم انت تجيب درجات في الاخر، فاهمين؟ بس التقدير مهم ولا لا؟ التقدير مهم جدا 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 يعني، فاهم؟ هو ندمان، هو عشان سنة أولى ما عرفش، فهو ندمان. مش ندمان ان يعني، على فكره انا الحمد لله انا تقديري حلو، انا جايب امتياز تراكمي. ماشي، بس بس بيقول لكم اهو اللي هو ذاكره، فاهم؟ فهو جاي يعني لك من المستقبل بيقول لك لا انا ذاكر، اجتهد على الحتة دي شوية. لو كان عندي مثلا فرصه ان انا ابقى مثلا 93 تراكمي، اكيد يعني لو كنت فهمت ده من الاول اكيد ما كنتش ضيعت. بس مثلا ضاع قبل كده بيأثر يعني، ستيل مثلا انا CVS، الله يمسيه بالخير بقى، الله يسامحه الشخص ده. هو مش يا لهوي، ده عندهم سنة أولى، اسكت اسكت. لا ما هم السنه الاولى ما فيهاش هو الحاجات CVS دي. ده كان بعبع الكلية أو بعبع المنظومه الاكاديميه المنظومة كلها. كلها. CVS اللي هو الجهاز القلب والأوعية الدموية والشرايين وحاجات كتير يعني كده، فده كان البعبع. بس بالنسبة لكم انتوا، عشان بس ما تبقوش خايفين، هو انت هتاخدوه في سنة أولى، ايوه. احنا كنا واخدينه في سنة تانية. احنا كنا مرعوبين اصلا من الحته ديت، اللي هو انت ازاي هتاخد CVS في سنه اولى وحرام ده ايه ده، ازاي ده حد ما بيفهمش اللي حطه كده ومش حد عارف بعت ايه. لي الكتب بتاعتهم، بس هو مش ده السي في اس لما اللي احنا شفنا خدناه، الكتب بتاعتهم، مش ده لا. هو شالوا الحتت الصعبه او الحتت اللي هي ملهاش البايو، لازمه. البايو كيمستري. بالظبط، شالوا البايو وقسموها في حته تانية، فالبايو دي كانت حاجه صعبه في CVS. فالحمد لله هو بالنسبه لكم تمام، عشان هو عندكم في سنه اولى، فما تخافش منه ومحدش يخوفك منه، بالظبط. هو سهل وحلو الحمد لله. مش قصدي ان انا اخوفك، انا بحكي التجربه بس اللي هو اللي ضاع يعني الدرجات اللي بتضيع ما بتجيش يعني زي ثانويه عامه كده، عشان مثلا تجيب تخصص عالي او في اقبال عليه، رمد وجلديه طبعا، البنات بقى يركزوا في الحته دي، عشان تجيبي تخصص عالي لازم يكون تقديرك التراكمي عالي، لان هي الموضوع منافسه، ستيل منافسه لحد ما تتخرجوا. وبعد ما تتخرجوا بقى بيعمل تنسيق كده على مستوى الجمهوريه لكل كليات الطب، مين هيتعين فين، والوحده الصحيه بتاعتك هتبقى فين، هتاخد تدريبك فين، يعني منظومه التكليف بقى ايه، ما تركزوش فيها دلوقتي. المهم في درجه هتقدر تجيبها، بس درجه حلال، ركز على نقطه حلال، درجه حلال هتعرف تجيبها، ما تضيعهاش، ما تتكاسلش يعني. ليه ما بتذاكرش؟ يعني انت دكتور علي حسيب ليه؟ بيقول لك انت المفروض تعبد ربنا وتذاكر، ما بتذاكرش ليه؟ ايه؟ بذاكر والله يا باشا، والله بذاكر. بس طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان في ناس اما مثلا بتقعد بقى تركز، انا ذاكرت وعملت اللي عليا وجبت جيد جدا، ومثلا ناس حواليا جايبين امتيازات عاليه، هل لو انا مثلا كنت عملت حاجه، لو انت كان في ايدك حاجه تعملها اكتر من كده، حاول تيجي يعني تستغل الفرصه الجايه انت تعمل اكتر من كده، لكن خلاص بقى اللي فات مات يعني، اللي فات ده تدفنه وما تقعدش تبكي على الاطلال وكل الكلام ده. بس التقديم مهم، التقديم مهم، ابدا من سنه اولى ان انت تركز عليه، حط هدف يعني اللي بس ما هو تحطش سنه اولى معيار، لا مش معيار. مش معيار ان انت هتبقى حلو بعدين. اول ترم يعني، خلينا في اول ترم ما تحطوش معيار، عادي انت لسه داخل بتجرب ولسه في لغه وتتعلم اللغه، ما تحطوش معيار، اجتهد فيه على قد ما تقدر، بس ما تحطوش معيار للباقي بس. دكتور علي حسيب كان بيقول لنا انوي تبقى من العشرة الاوائل، انوي جاست انوي يعني. هو برضه انا كنت بضحك، 10 اوائل ايه يا عم، ايه يا عم ده يا عم، بس والله بجد ان هي بتفرق، اللي هو يعني عشان ربنا بس يبارك لك، ربنا يعينك، ربنا يفتحها عليك. انما انت داخل كاسر نفسك، شايف نفسك وحش، شايف نفسك قليل، شايف نفسك في الناس اللي بتجيب جيد، شايف ان انت مش هتبقى دكتور شاطر، انت متخيل ايه من نفسك يعني، نفسك هتعمل لك ايه؟ اكيد مش هيبقى فيه نفسيه ان انت تذاكر. والله 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 النفسيه عليها عامل مهم جدا. انا لو شخص يعني، او انت لو شخص مؤمن تمام ان انت شخص كويس وانت بتعرف تذاكر وان انت تمام، هتذاكر وهتأدي وهتعمل اللي عليك. لكن لو انت شايف ان هو خلاص بقى ما مش مهم، اصل انا ما بعرفش اذاكر، اصل انا تقديري وحش، اصل انا في المديول معين كده ضيعت، ايه المشكله يا عم؟ يعني مثلا ضيعت 50 درجه، انا بقول لك اهو، انا مثلا في مره ضيعت 50 درجه عادي، وعوضتهم بعد كده وبعوض، ولسه قدامي سنتين كمان ان شاء الله هنعوض فيهم. فما تيأسش، ومش عشان موقف حصل ضايقك او ماده خسعت منك يبقى انت كده حياتك انتهت، لا. وفي النهايه قدرك مكتوب، وانت بس مجرد بتاخد بالاسباب وكده. ما تبصش اللي حواليك يعني في تقديراتهم والكلام ده، ادعي لهم
وانت عارف طبعا لما انت بتدعي لحد فربنا او الملك بيرد عليك وراكب المثل. بالظبط. فادعي لاصحابك هتلاقي والله العظيم يعني انا لما ابتديت اطبق الحته دي في ان انا ادعي للناس اللي حواليا بالحاجات اللي هم عاوزينها، وكنت والله يعني مش بقول ان انا حد حلو قوي يعني، بس هو الشيخ كلنا زي كلنا كلنا يعني. فلا لما كنت بسال صحابي انت عاوز ايه، نفسك في ايه، كان يقول لي انا نفسي في كذا. والله كنت ايه تروح ادعي بالحاجه ديت، الاقي ان انا اللي انا نفسي فيه ابتدى يتحقق. فركز على الحته دي. طيب، هل التقدير مهم لو انا هسافر بره؟ لا مش مهم قوي لو انت هتسافر بره، لان هم السفر بره يعني مثلا او بلاب او يوزمل. نيوزميل، الحاجتين دول هم اشهر حاجتين انت ممكن تشتغل عليهم. بلاب ديت اللي هي بتسافر لبريطانيا، اليوزميل اللي انت بتسافر لامريكا. تمام. فالحاجتين دولت ليهم امتحانات اصلا خاصه، ليهم امتحان انت بتروح تمتحنه في السفاره. فالامتحان ده هم اللي بيقيموك فيه، انت مش مهم بالنسبه لهم التقديرات بتاعه الكليه. عشان معلومه بسيطه يعني، اليوزميل لو انت ناوي امريكا فلازم تقدم بعد سنه تانية، مش لازم على الاقل تكون مخلص سنه تانية فتبدا تقدم على الموقع، تدفع تقريبا حاجات 180 بسيطه، دولار بس دلوقتي بقى حاجات لا، كتيره. مش حاجه بسيطه، 180 دولار. 180 دولار، لا 180 دولار 200، عشان يبقى ليك 200. اكونت على الموقع. حلو 200 وبعد كده بتدفع 900. المهم يعني، امتحان بقى. لكن كتقدير كلية بالنسبة للسفر بره مالوش علاقة، لأن امتحانات ليها امتحانات خاصة، وليها ليها مناهج امتحانات خاصه. خاصة وليها مناهج خاصة. بس مش هي خاصة هي اللي هو طب. بعيد عن الطب، بعيد هي طب. عننا، لا ده هو زينا والله، طب عادي بس عادي. طبعا تو ذا بوينت برضه، اللي هو في حاجه ده بقى مفيش حشو، يعني اللي انت لو مسكت كتب يوزمل هتلاقي ان هي ما فيهاش معلومه اللي هو انت ملهاش لازمه، لا معلومه مهمه يعني، ستيل هتستعملها وهتلاقيها في تقرير او في اي حاجه. الشغل جنب الكليه. هو أنا يعني أنا حاليا شغال في شغل جنب الكلية. ابتديت شغل إمتى؟ بعد سنة أولى. طب ليه؟ عشان سنة أولى زي ما أنا ما قلت لك كده، لسه حاجة جديدة، لغة جديدة. كنت عربي عادي، لغة جديدة فداخل بجرب، فلازما ان انا اخلي وقت كله في الحتة دي. كنت بنزل في سنة اولى كده مساعدات لناس معينة في التدريس، بساعد ناس معينة. فابتدت النقطة من هنا، دخلت في مجال معين، والحمد لله انا ما كنتش حاطط لنفسي توقعات ان انا هبقى حاجة في الحتة ديت. فالحمد لله رحت كملت ومشي معايا الموضوع. نصيحتي ليك ما تفكرش في الشغل. انت عارف طبعا ان هم كلهم دلوقتي بيفكروا في ايه؟ كل الناس اللي بتخرج من ثانويه جرافيك ديزاينر و100000 في الشهر، بس لا احكي مفيش. تجربتي، انا جربت الموضوع ده، ما هقول لك. السنه اولى حاول تركز على الكليه، عشان السنه ديت لو انت عديتها كويس فان شاء الله السنين اللي بعدها بتبقى تمام تمام تمام. كفايه ان انت طالع منها نفسيتك الى حد ما، يعني بجد انا تجربتي مثلا في سنه اولى كانت مأثره عليا بشكل يعني الى حد ما وحش، بس يعني الدنيا عدت يعني. في شغل كتير على فكره يعني لينا احنا. مثلا ممكن تشتغل مودريتور، ممكن تشتغل محمد حاجات بقى ايمن من البيت. دكتور تعيش. محمد ايمن كان عامل حلقه على الحاجات دي، ايه الشغل اللي انت ممكن تشتغله. بس انا يعني نصيحتي شغل من البيت، تخرجش، ما تخرجش لان تمسكش شيفت، بالظبط. اللي هو 8 ساعات شفت شيفت كده؟ دي، لا وفي صيدليه، في محل، في ناس في على فكره اصحابنا بيعملوا كده. بس الوقت خليها بعدين لما تتعود وتعرف انت هتذاكر ازاي، وتعرف ايه البوينت اللي انت هتركز عليها، والدكتور ده بيركز على ايه، والماده دي بتركز على ايه، وتبدا انت تبقى عارف الكلام ده، فما ترميش نفسك على طول في النار. تجربتي انا بقى. انا هقول بصراحه، لو انت ماديا مش محتاج شغل ما تشتغلش، تطوع بجد والله. انت دلوقتي مثلا مصاريف كتبك، كليتك، مواصلاتك، يعني خروجه في الشهر مثلا، حدد بقى البادجت ديت، والدك او والدتك موفر، البيت يعني موفرها لك، فانت كده تمام مش محتاج تشتغل. طيب انت مثلا عايز تخوض التجربه، بص، مشكلتي معاها في فتره الفاينل، انت بتبقى مضغوط جدا في الفاينل، بلس ان هو الشغل ما بيخلصش، يعني هو الشغل مكمل كل شهر، فيه شغل فيه شغل فيه شغل فيه شغل. فلو انت الشخص اللي معاك هيقدر ظروفك، او مثلا هتعرف تاخد منه يومين اجازه تذاكر، او مثلا هيقدر ان انت تاخد ساعات قليله، او حتى الشغل من البيت فانت عارف تذاكر، اشتغل. لكن شغل هتلاقي نفسك مرتبط بمكان 8 ساعات، ما بتروحش، المكان دوشه، مش عارف تفتح كتاب، كل الكلام ده انت بتضيع نفسك. دي نقطه. ايه الشغل اللي انت ممكن تكون بتشتغله؟ والله في ناس تنزل صيدليات، بس مثلا انا ما ارشحش انت تنزل اكتر من 5 ساعات، ويكون 4 5 ايام في الاسبوع.
مش عارف مين الصيدلي اللي هيقبلك ده، لازم يكون جوز خالتك عشان يوافق على الكلام ده. بس والله. يعني في ناس ما شاء الله يعني بتقبل يعني. تاني حاجه، في بقى الشغل الاونلاين في حاجات كتير. بس مثلا جرافيك ديزاين، لو انت ما عندكش السكيل يعني وهتشتغل عليها، ما تستعجلش بقى. يعني سكيل زي الجرافيك ديزاين كده بتاخد مثلا 3 سنين ان انت بتمشي ايدك في الشغل يعني، عشان تعرف ان انت تطلع شغل فعلا تتقدر عليه. ما يبقاش شغل اي كلام كده فانت ما تاخدش منه فلوس كتير يعني. ممكن تنزل اسيستنت مع مدرس، تصحح له ورق، تنظم له الحصص، تحط معاه الامتحانات. في حاجات كتير. بس برضو انا عايز اقول تاني وتالت ورابع، اولويتك دراستك، درجاتك. يعني هي مش اللي هو انت لو ضيعت درجه هتموت، بس لو درجه جت هتفيدك. مفيش درجه بتخسر ومفيش معلومه بتخسر. بص، عشان انهي الموضوع بتاع التقديرات ده برضه احنا ما ختمناهوش تمام قوي. التقدير لو انت عاوز تاخد اي تخصص بالنسبه للصحه لازم تكون اعلى من 90، اعلى من ال 90 عشان تاخد اي تخصص انت عاوزه. لازم تكون اعلى من 90 عشان بس نبقى خاتمين الموضوع ده بتاع التقديرات كتراكمي طبعا، يعني في ال5 سنين. ايه بقى اهم 3 حاجات نختم بيهم اللي هم يركزوا عليهم في الكليه؟ اهم 3 حاجات يا عم عبده، اهم 3 حاجات بالنسبة لنا كشباب هم علاقتك بربنا. احنا كلنا مهما كنا هنكون مقصرين فيها بشكل عام. بس زي ما انا ما قلت لك كده، احنا بنبقى طول فترة الثانوية والاعدادية والكلام ده كله بنبقى ماشيين على رتم معين كده، في الاخلاق، في الدين، في كل حاجة، في المذاكرة. وبنيجي في الكلية كده يا كده. فيا ريت تخليك كده، امم يا ريت، يا ريت. ما في تضيعش ناس الصلاه. بتوصل في ناس بتوصل يعني ما شاء الله عليهم بيبقوا حاجه كبيره قوي. في ناس بتوصل ان هي في سنه اولى دي مش عاوزين بقى نعقد الدنيا، بس في ناس بتحفظ القران كانتش حافظه فبتحفظ. عايز اقول لك حاجه، في جنب يعني في اوبشن حلو قوي للناس اللي معانا في الحكومي في المنوفيه، طب المنوفيه مش الاهليه، ان احنا عندنا الازهر جنب الكليه، وفي حلقات تحفيظ. انا مشترك فيها، ممكن ابقى اعمل لها فيديو. الموضوع ان انا بخلص بروح بطلع سمع وبعدين اروح. يعني فاهم اللي هو بقى عشان مواعيد ومش المواعيد، لا يا باشا المواعيد مظبوطه وكل حاجه متوفره لك. انت بس خد خطوه وهتلاقي الناس كلها حواليك يعني. زي ما قلت لك انت بتطلع فوق يا بتنزل تحت. فما تخلكش الناس اللي تحت. بلاش بالله عليك الاهتمام بالتفاهات والتفاصيل. نيتك تبقى انت داخل تطلب العلم اللي هو اسمى والناس دي شايفه العلوم ان هي دكاتره بقى بعد الدين، بعد العلوم واحنا الشرعيه. الناس بقى اللي ايه، اللي محدش هيرفضنا ومش عارف الكلام ده يا باشا. مفيش الكلام ده. الناس بتفكر فانت لو غشيم بلاش، ما تتغشمش، ما تتغشمش، وخليك بني ادم محترم. كمل في مسيرتك عادي. في ناس ممكن تخطب في سنه رابعه، في ناس ممكن تخطب في سنه 5، في ناس بتخطب في الامتياز، في ناس بتخطب بعد الشغل. الامتياز. بعد الشغل بعد الشغل. ف... كون نفسك الاول. فعادي يعني بس ما تسرعش في الحته دي بقى. مم. خش في علاقه مش تمام، لان ده هيأثر على نفسيتك، ويأثر على دينك، ويأثر على مذاكرتك، ويأثر على حياتك بشكل عام. فما انت تخشش في شخص الحاجات ناضج دي. كفايه ان انت يعني تتكلم بالعقل، وان انت ما تاخدش خطوه لسه بدري عليها. قبل الامتياز انا شايف ان هو لو انت مش جاهز وما ما عندكش مصدر دخل، او مثلا ما فيش شقه ان انت تتجوز فيها، لا استنى شويه. احنا مش بنقول نأخر الجواز، هو الزواج بدري ايوه ده ده حاجه مفيد جميله، جدا. حاجه جميله وحاجه حلوه. بس طبعا يعني والدكتور علي حسين اتكلم فيها كتير. هنقول مثلا ان انت شخص في سنه رابعه وانت مفيش امكانيات، هتعمل ايه؟ ليه تاخد خطوه دلوقتي؟ يعني انا ما عنديش مشكله ان انت تخش البيت من بابه والناس توافق عليك، بس لو انت مش جاهز ما تخشش من الشباك. هتزعل وهتزعل الناس اللي معاك، وهيبقى شكلها مش لطيف في الاخر، كل العمل كده الدنيا باظت في بس الاخر. بص، احنا عارفين امكانياتك، انت على غلبان زينا، كنت بتذاكر وتقعد 24 ساعه على الكتاب. بس خلاص. احنا عارفين امكانياتك، فما تقولش بقى انا جامد. لا بلاش بلاش. احنا قلنا علاقتك بربنا، لا اما هتطلع يا اما هتنزل. فبالله عليك خليها فوق، خليها دي رقم واحد قبل المذاكره وقبل الكليه وقبل اي حاجه، قبل تقدير، قبل اي حاجه. خليها رقم واحد. طبعا شغلك من ال3 حاجات، علاقتك بربنا، شغلك ده هو مذاكرتك، مش الشغل اللي احنا قلناه بجنب الكليه، لا هو شغلك هو مذاكرتك. فده رقم واحد عندك. تالت حاجه صحتك. بص يا حبيبي، اللي انت بتعمله دلوقتي في العشرينات
فتره العشرينات هو اللي هينعكس عليك في فتره الثلاثينات. احنا بنسمع ان في ناس بتعمل عمليات رهيبه، وعمليات في القلب وعمليات انسداد شرايين ومش عارف ايه، وهم عندهم 30 سنه او 29 سنه. طب ليه؟ عشان هم ما اهتموش وهم عندهم 20 سنه. فانا بكلمك انت في الحته ديت لان احنا عارفين ان احنا قاعدين 24 ساعه، ما لا اما على الموبايل لا اما بنذاكر لا اما في الكليه، فما بتحرك. يعني انا عندي اصلا انا مشكله في الحته دي، ان انا مش عارف اخد خطوه جد في الحته دي. انزل شويه الجيم ما انزلش. طب هل شرط ان انت تنزل الجيم؟ لا، عادي، عندك فيديوهات كتير، 3 أو 4 تمرينات نص ساعه في اليوم بعد صلاه الفجر هيفرقوا معاك في حياتك كلها. عايز اقول حاجه. بالنسبه لموضوع الرياضه، انا مثلا عبد الرحمن ما بحبش الجيم، وفكره ان الجيم في المطلق كده انا ممكن اروح في اي وقت، مثلا مش مرتبط بالساعه مثلا معينه. انا مثلا ما كنت بتمرن تنس او كوره او بينج بونج، او مش فاكر اتمرنت ايه تاني، يعني كنت بروح كذا رياضه كده، جربت كذا رياضه في الكليه. فكره ان يكون في كابتن وفي تيم وفي صحابك ورايحين مع بعض وكده ونازلين وبتاع، ده بيحمسك ان انت تنزل وتروح وكده. بحس ان الجيم اللي هو انا عايز انزل جيم النهارده ورايا مذاكره، باجل الجيم عشان ورايا مذاكره، يعني فاهم. بحس ان هو مثلا الكابتن او الناس اللي حواليك مثلا في المجموعه اللي انت بتتدرب فيها بتحمسك اكتر ان انت تنزل. والله بقى في جنب الكليه عندنا نادي الجمهوريه، في مركز شباب الحي القبلي، في سيتي الناس اللي معاها عضويه ربنا يبارك لهم، في صالات في الجيمات مثلا يعني كيك بوكسنج عشان الناس اللي هتتضربوا في الامتياز يا جدعان، فيعني ايه اتعلم كيك بوكسنج من ايوه دلوقتي. لا، انا بقول لك رياضه ديت، ده احنا خايفين اصلا. النعماني عامل فاتح مجموعه جديده هتضرب كيك بوكسنج، انا رايح مستنيكوا هناك. فيعني ايه مش شرط الجيم، بس الفكره ان هو انت تتحرك، لان انا جالي فتره كنت بحس ان انا عندي ضمور في العضلات من كتر ما بتحركش، قاعد يا بذاكر يا ماسك الموبايل، قاعد في الكليه محاضره. وخلي بالك مفيش. الرياضه ديت هي مصدر جذب للناس اللي فاهم. ملناش دعوه بقى. ايوه، فخليك رياضي عشان لما تاخد ملناش دعوة. خطوه فهتبقى تمام بقى، الناس تحب. شغلك بقى مذاكرتك، قلنا بما فيه الكفايه يعني المذاكره هتمشي ازاي. طبعا يا شباب نتمنى يعني نكون افدناكم، واي حد عنده سؤال يسال بقى، يعني على الفيس على اليوتيوب هتلاقي على اليوتيوب الفيديو ده انزل عند عبده، ايوه فلايكات عشان الناس سبسكرايب. سبسكرايب. لازم الدفعه كلها تعمل سبسكرايب، يعني مش نازلين وعاملين حوارات عشان كده يعني، لا، اعمل سبسكرايب عشان في حاجات هتفيدك ان شاء الله، فاهم، ان شاء الله في حاجات هتفيد. فاعمل سبسكرايب واعمل لايك عشان اليوتيوب يفهم ان الفيديو ده تمام التمام، وانزل اعمل كومنتات تحت، والراجل ده هتلاقي- محترم وهيرد عليك والله. اعمل كومنتات حلوه. هتلاقي اللينكات برضو بتاعت زياد، سواء بقى الفيس بتاعه او اليوتيوب بتاعه، او يعني هتتواصلوا معاه ازاي. بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام يا شباب.